انا محافظه على وزني بقالي سنين طويله جدا، ولا بيزيد ولا بيقل. النهارده تعالى اقول لكم على 5 اسرار للمحافظه على شكل الجسم والوزن. انا طولي تقريبا 160 سنتيمتر ووزني حوالي 60، ممكن ازيد مثلا 61 62، ممكن اقل لحد مثلا 59 58. هو ده الرينج اللي انا بلعب فيه، اكتر من كده او اقل من كده ممنوع. السبب مش جينات خارقه ولا حرمان بطولي، في سبب علمي واحد بس، هو اني مش بلعب شد وجذب مع مخي. الجسم مش آلة حاسبة للسعرات، الجسم هو نظام للبقاء، والمخ هو المدير التنفيذي. اوعى تلعب بقى مع المخ. المخ عنده وظيفة واحدة بس، هو توفير الطاقة. أي تهديد ولو حتى بسيط بيقفل الصرف فورا، بيدي أوامر للجسم كله إنها توقف الحرق. طبعا هو مش بيوقف الحرق بنسبة 100%، ولكن بيقرص على الجسم، بيقول لهم ما تحرقوش إلا في الضرورة القصوى، زي مثلا الوظائف الحيوية الأساسية، التنفس، النبض. أكتر من كده حافظوا على الطاقة، حافظوا على الدهون أو العضلات أو أي شيء تمتلكوه، إحنا ما نعرفش بكرة فيه إيه. لما تبدأ تلعب مع مخك، يعني مثلا تحرمه بشكل قاسي جدا، تعمل رجيم قاسي جدا، أو تديله مثلا سعرات قليلة مرة والمرة اللي بعديها سعرات عالية جدا بفرق واضح جدا، في اللحظة دي المخ بيبقى خايف، مش عارف هل هيدخل له أكل تاني ولا لأ، عشان كده بيضغط على الجسم إنها تستخدم أقل طاقة ممكنة وتحوش الباقي. يعني بيدي أوامر للجسم إنها تخزن على قد ما تقدر، وإوعى تحرق إلا للضرورة القصوى. طيب ازاي انا اتغلبت على ده خلال السنين اللي فاتت وعرفت ان انا اثبت جسمي بعد ما وصلت طبعا للجسم المثالي بالنسبه لي؟ اول حاجه الاكل بمواعيد ثابته. الثبات بيخلي المخ مطمن، يعني ما يفعلش وضع الطوارئ. هو عارف امتى بالظبط هيدخل له الاكل، هو مش بس بيكون مطمن، لا كمان هو مجهز لك كل النظام بتاع الهضم بتاع الحرق، مستني الاكل يدخل، فانت كده بتاخد اعلى فاعليه في الهضم والحرق، اعلى نتيجه. واللي اشتغل مع الألمان هيلاحظ فعلا ان هم بياكلوا بمواعيد ثابته ودقيقه جدا، والله لو حصل ايه بياكلوا في نفس الوقت اللي هم متعودين ياكلوا فيه، عشان كده اغلبهم تلاقيهم ممشوقين جدا وجسمهم مثالي مهما كان اعمارهم. رقم 2 تقليل التقلبات الكبيره في السعرات، يعني النهارده مثلا ما ادخلش الجسم 800 سعر حراري وبكره ادخل عليه بصينيه مكرونه بشاميل وبطتين. انت كده بتهزر حرفيا. التقلب معناه انذار مجاعه، المخ وقتها بيقلل الصرف ويخزن كل لقمة. ثالث حاجة نشاط حركي منتظم، يعني مش يوم كارديو 10 ساعات في الجيم وبعد كده أقعد 3 شهور في البيت مثلا. حركة منتظمة يعني حرق مستقر. حركة عنيفة فالمخ بيفهمها إن هو إنذار خطر فبيقلل الحرق. أنا شخصيا بحب أمشي مثلا ساعة أو ساعة إلا ربع بعد الشغل، ده أساسي كده بالنسبة لي، وتقدر كان الجو وحش الجو حلو، أنا متضايقة أنا سعيدة، لازم أعمل كده، وبمشي بسرعة شديدة جدا. حتى لو ما رحتش الجيم مش مهم، بس يكفيني كل يوم ساعة أو ساعة إلا ربع مشي بعد الشغل أو بعد الأكل، ده حاجة كويسة جدا، ده كفاية. النوم الكافي ويفضل ليلا. قلة النوم يعني لخبطة هرمونات الجوع والشبع، المخ يرتبك فبيخزن أكتر. خامس حاجة هي حاجات غريبة شوية بس أنا اعتدت عليها بقالي سنوات طويلة وهي بتساعدني جدا. أنا مستحيل أروح أعمل أينكاوفن، يعني أشتري أكل وأنا جعانة، لازم أرجع البيت أكل أي حاجة ولو حتى حاجة بسيطة وبعد كده أروح أشتري الأكل، لأن أنا لو دخلت السوبر ماركت وأنا جعانة هشتري السوبر ماركت كله وأرجع البيت. الحاجة التانية أنا مستحيل أروح بكل الكريديت بتاعتي للأينكاوفن، أنا دايما بسحب مثلا فلوس وليكن مثلا 10 يورو 7 يورو فعلا، أو أقل كمان من 7 يورو، بحيث إن أنا أدخل السوبر ماركت وأنا معايا فلوس محددة. أنا لازم أشتري الأساسيات لإما مش هاكل النهاردة، ففعلا بشتري الأساسيات وبرجع بدون ما أشتري أي حاجة ممكن تزود وزني أو تأثر علي. نوع من أنواع تهذيب النفس ليا. في تريكس كتيرة بسيطة وصغيرة ممكن نستخدمها عشان نقلل وزننا أو نثبت وزننا على الوزن المثالي. تابعوني عشان نسمع كل يوم نصيحة طبية أكيد هتغير حياتنا للأحسن.